السلام عليكم. معكم رضا بن داني، عندي 17 عام، لاعب تنس مغربي، وصلت ل 15 عالميا في فئة اقل من 18 سنه. اولا بغيت نشكر بزاف كاع الناس اللي تعاطفوا معايا واللي صيفطوا لي ميساجات اللي تحرمت من بطاقه الدعوه في جائزه الحسن الثاني. بغيت نقول لكم بانه هذه الحقره اللي شفتوا دابا هي اللي عايشها يوميا من طرف الاداره التقنيه ملي كانت عندي 10 سنين. هذا الفيديو دايرو باش نوضح شنو كاين ونقول شنو كاين، حيت حاولوا يوسخوا السمعه ديالي بجميع الطرق ويشككوا حتى في الوطنيه ديالي. الحلم ديالي كلاعب مغربي هو نمثل ونهز رايه بلادي في احسن البطولات العالميه، وداك الشيء علاش كنتريني يوميا 6 سوايع ملي كنت صغير حتى لدابا، وكندير بزاف ديال التضحيات. ولكن باش نوصل لهذا الشيء بزاف ديال الحوايج خاصني. اولا التمويل. واخا انا 100% مغربي، ساكن في المغرب، عايش في المغرب، كنتريني في المغرب، والستاف ديالي 100% مغربي، عمرني ما خديت حتى مساعده من الجامعه. وبالعكس عندي الاتحاد الدولي ديال التنس ETF، ولي سبونسور ديالي اللي هما اون الشركه ديال فيدرر، ويلسون، IMG اللي هي اكبر اجونس ديال اللعابه في العالم، اللي كنبغي نشكرهم بزاف بهذه المناسبه. ودابا تخيلوا معايا واش تكون نورمال الشركات من برا والاتحاد الدولي ديال التنس كيساندوني، وهنا الاداره التقنيه كدير كلشي باش تهمشني. وبغيتكم تعرفوا بانه ما كاينش شي لاعب واحد في العالم في المستوى ديالي واخا قل مني ما كياخذش دعم مادي من جامعته. ثانيا التشجيع. غادي ندوي دابا على لي وايلد كارد اللي هما بطاقه الدعوه. خديت اكثر من 10 ديال لي وايلد كارد في هاد السنوات الاخيره من برا، منهم وحده في بطوله ماسترز ميل في مدريد. وتخيلوا معايا عطيني وايلد كارد في ماسترز ميل في اسبانيا، وهنا في بلادي الاداره التقنيه كدير كلشي باش تحيد لي هاد لي وايلد كارد. نقدر نعطيكم مثال في بطوله فيوتشرز 25000 ديال اكادير، رئيس النادي والنادي عطاوني بطاقه الدعوه باش نشارك، وجات الاداره التقنيه حيدتها لي بدون سبب، باقي لحد الان ما عارفش علاش. وخصكم تعرفوا بانه كاع اللعابه اللي في المستوى ديالي واللي كيلعبوا معايا ما يمكنش دوز بطوله واحده في بلادهم بلا ما ياخذوا فيها بطاقه الدعوه ويشاركوا فيها. وباش نرجع لهذاك الشيء اللي قال المدير التقني ديال ما كنبغيش نلعب مع المنتخب وما كنبغيش نشارك في بطولات معاهم، عيطوا لي العام اللي فات باش نلعب في بطوله افريقيه قبل 18 عام اللي مشيت والحمد لله ربحت باللقب. دازت شهرين ونص من بعد جاو عيطوا لي باش نلعب في بطوله افريقيه ناقص 16 عام اللي ما كانش يمكن ليا نمشي لها، حيت في نفس الوقت كنت مشارك في بطوله المحترفين ماسترز ميل ديال مدريد. من بعدها جات احصائيه الكوب ديفيس والبطوله الافريقيه قبل 18 عام، واللي ما عيطوا عليا حتى وحده منهم. وبسبب هذا الشيء مشات ليا 200 نقطه وهبطت في الترتيب. ثالثا تشويه السمعه ديالي بجميع الطرق، ما خلاو ما قالوا فيا. ولكن الحاجه اللي ضراتني بزاف هي منين شككوا في الوطنيه ديالي بواحد الطريقه اللي ما يتقبلها حتى شي مغربي. انا دابا باغي نسولكم اشنو كتعني مسؤول في جامعه، كنا بغات تكون هذه الجامعه خارج كيدوي في لابريس وكيطعن في الروح الوطنيه ديال اللاعب عنده 17 عام، اشنو باغي يوصل لنا واشنو باغي يقصد بها؟ مع العلم ان كاع البطولات اللي لعبت اللي ربحتهم باسم المغرب واللي هزيت فيهم عالي رايت بلادي ملي كانت عندي 10 سنين. ودابا باغي نقول لكم تخيلوا معايا انني اول لاعب من اكثر من 30 عام هادي اللي ربح بطوله جي 300 واللي عمر الجامعه ما دوات عليها ولا مره، اول لاعب مغربي دخل الطوب 15 عالميا من اكثر من 25 عام هادي، وكذلك والو. وهادشي كامل علاش؟ الله اعلم. بغيت نقول لكم بان هاد الحقره اللي كنعيشها يوميا اثرات نفسيا عليا واثرات سلبيا على النتائج ديالي. وانا دابا باغي غير نركز على التنس ديالي ونطلب من هاد الناس يخليوني نخدم وما يبقاوش كيخرجوا عليا هضره عمرها ما كاينه، باش نقدر نحقق الهدف ديالي اللي هو ان شاء الله نكون رقم 1 عالميا جونيور ونمثل بلادي احسن تمثيل وديما مغربي.